السلام عليكم، مبروك عواشركم. اليوم جيتكم فيديو جديد، بغا نشارك معكم تحضيرات ديال رمضان شباكيه ديال التلوز كتجي غزاله. سمحوا لي ما شاركتش معكم مقادير حيت كنت مخلطه كلشي. انا غنحط لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. هنايا انا عندي دايره مقادير مضوبله، نتوما غنحط لكم مقادير ديال كيلو. انا هنا كنجمع العجينه، حطيت المقادير كلها وكنخلط دابا العجينه حتى كتجانس ليا، حتى كتخلط المكونات كامله. من بعد كنبدا نجمع بالماء. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنخلط العجينه كامله، كتندلكها واحد شويه وكتكون القوام ديالها ما خفيف ما ثقيل، يعني كتكون شي شويه ما تكونش ثقيله بزاف باش ما تمحناش في الدليك. ها هي العجينه ديالنا من بعد ما تجمعات، شوفي الشكل ديالها كيفاش كيكون، خفيفه ماشي ثقيله بزاف، ما تكونش قاصحه. المهم هنايا كنشكل كرات. ها هما الكرات ديالي اللي شكلت. انا هنا ما غنستعملش الماكينه، هاد الكرات غنطلقهم غير بالمدلك باش نربح الوقت، يعني باش ما نديرش غير داك المستطيل صغير بحال هكا بالماكينه وغنبقى يعني بحال هكا غادي تسهل عليا الخدمه. ها هي الكره ديالي من بعد ما طلقتها مزيان كتجي رقيقه، يعني ما كنخليهاش غليظه. صافي دابا كنستعمل هاد الجراره، هي كتساعد بصراحه في الخدمه، يعني كيجيو دوك الشباكيه كيكون عندهم حجم واحد. صافي دابا غنبدا نشكل الشباكيه، كتجي كما قلت لك متساويه، كتجي شكل واحد، هاد القطاعه كتعاون وكتجي قياس واحد. صافي انا غنستمر بهذا الشكل حتى كنكمل الشباكيه ديالتي كامله. ها هي الشباكيه ديالتي من بعد ما تشكلات كامله، يعني ما شاء الله خرجت ليا ما شاء الله. كتخرج كميه كبيره، انا حيت درت المقادير مضوبله 2 كيلو ديال الدقيق. دابا غنتقل المرحله ديال القلي، غنقلي الشباكيه ديالي ونطفيها ان شاء الله في العسل.
هانتوما شوفوا معايا تقريبا 2 ديال الزيت اللي كتستهلك ليا في هذه المقله اللي درت، لان خصها تكون غاطسه في الزيت مزيان. صافي انا غنستمر بهذا الشكل، غنقلي الكميه كامله اللي عندي وغنوريكم الشكل النهائي ديال الشباكيه كيفاش كتجي معانا. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه. شوفوا كي جات معنا، كتجي هشيشه. كنتمنى تجربوها. عواشركم مبروك.